بقالي سنتين ما عملتهاش بسبب انها متحرمة عليا بسبب الدايت. المكرونة البشاميل، يلا بينا نخش على المقادير. معلقتين من السمنة، هنزل عليهم ببصلاية كبيرة مفرومة ناعم. هشوح البصل في السمنة كده، واول ما لونه يصفر هنزل بنص كيلو من اللحمة المفرومة. هبدأ اصدم اللحمة كويس، واول ما لونها يبدأ يتغير هتبلها بملح وفلفل اسود و7 بهارات، وطبعا رشة من جوز الطيب محترمة كده. تمام. تمام، هنزل عليها بعد كده بكوباية ونص من عصير الطماطم. تمام. اول ما تتعصج معايا وتستوي خلاص هركنها على جنب، وهخش على طريقة تحضير البشاميل. عندي معلقتين ونص من السمنة، عليهم معلقتين ونص من الدقيق، وده المقدار المظبوط لكيس من المكرونة 400 جرام. تمام تمام. اول لما تبدأ تاخد السمنة معايا كده، تتحمر كده وتاخد لون، هنزل بلتر من اللبن. لتر من اللبن او ممكن تزودوه شوية كمان، كوباية او اكتر، يعني على حسب سمك البشاميل اللي بتحبيه ازاي. بس انا لتر من اللبن بيبقى كويس جدا على المقدار ده، لاني في الاخر لسه هضيف كريمة لباني. وهنا دي خطوة اختياري، جبنة مثلثات. نتبل بقى البشاميل برشة من جوز الطيب وملح وفلفل اسود، بس البشاميل ما بيتبلش باكتر من كده. تمام. وعندي المكرونة بعد ما اتسلقت هسيبها في المية عشان ما تعجنش. البشاميل بتاعي اول ما يبدأ يتقل كده ويخش في السوا، هظبط الملح بتاعه. تمام. وهديله كوباية من كريمة الطهي، واول ما ياخد غلوة معايا بعد كريمة الطهي هطفي عليه، وهاجي في الطاجن بتاعي هحط شوية من تحت من البشاميل. والطبق طبعا يا جماعة طريقة رص المكرونة دي اختياري، بس بجد انا بحب الطريقة دي قوي، بحب شكلها في النهاية يعني، فانا بحب ارصها بالشكل ده. هعمل طبقتين في قعر الصينية، يعني دي الطبقة الاولى هعملها من طبقتين زي ما انتوا شايفين كده. هرصها بالشكل ده، وده برضو اختياري، الاكل اذواق يا جماعة، وانا بحب الطريقة دي. ماشي. بعد ما رصيت المكرونة هحط طبقة من البشاميل وهبدأ افردها كده. وبعد كده اول ما افردها هنزل باللحمة المفرومة بتاعتي، وعليها رشة من الموتزاريلا، ودي اختياري برضو. بعد كده هبدأ اعمل الطبقة الاخيرة للمكرونة وهرصها زي الطبقة الاولى بالظبط. هعمل طبقتين برضو على الوش، وهبدأ احط البشاميل بتاعي. هحط نص الكمية الاول او 3/4 الكمية من البشاميل على الوش، وهبدأ افردها بالراحة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعدين هكمل باقي الكمية بتاعت البشاميل، هفردها بالراحة كده وبشويش بايدي او بالسباتيولا. تمام. وبعد ما اخلص فرد البشاميل هبدأ احط بقى رشة محترمة من الجبنة الموتزاريلا، ودي اختياري. هنزل الطاجن على الفرن، على فرن درجة 180، العين اللي تحت. بعد كده بعد 10 دقايق هبدأ احمرها بالشكل ده على الشواية. تمام تمام. وهنا بعد ما جهزت معايا طلعتها وسبتها ترتاح نص ساعة. انا بصراحة ما بحبش اكلها اول ما تطلع على طول، انا بحبها تمسك نفسها عشان تطلع القطع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايوه بالشكل ده. اتمنى تجربوها بجد، جميلة وخطيرة. اتمنى تجربوها وبألف هنا وشفا. باي باي.